اسمع قوة الجيش المصري والاحتلال مرعوب مننا ازاي؟ اسمع كده. حد قال انتوا مش عندكم اقوى جيش؟ ما يلا بقى. ان اسرائيل رغم ان لها ذراع طويله لكن ممكن قطع هذه الذراع الطويله. اذا الجيش هو جزء من هذا الشعب، ابناء الجيش هم ابنائكم وابناء اسركم. וזה לא בראש סדר העדיפות, צריך להגיד, אנחנו חייבים לשים את הבעיות שלנו בסדר עדיפות. במצרים יש צבא גדול עם אמל"ח מתקדם, עם מטוסים מתקדמים, עם צוללות, עם סטילים, כמות גדולה מאוד, גם של טנקים מתקדמים, גם של לוחמי חיל. ואנחנו חושבים שכרגע זה לא איום, אבל זה יכול להתהפך ברגע ב-2000. إسرائيل عن التفوق الجوي بتاعها وإن ذراعها طويلة وإنها ممكن تطول جميع الأهداف في بلدنا. عشان كده احنا لما دخلنا في خطة العمليات بتاعتنا واشتركت فيها القوات الجوية كان من ضمن الأهداف بتاعتها هو إثبات أن إسرائيل رغم أن لها ذراع طويلة لكن ممكن قطع هذه الذراع الطويلة. رغم أن لها ذراع طويلة لكن ممكن قطع هذه الذراع الطويلة. ده أنا اترفدت من الجيش واتحبست واعتقلت وجعت وشردت توالت علينا الهزائم بعد 5 يونيو، وحينما أعلنا وقف إطلاق النار، وحينما أعلنت التنحي في يوم 9 و10 خرج هذا الشعب يرفض الهزيمة ويصمم على الصمود ويصمم على التحرير. إنني أيها الأخ معمر حينما أشعر بالقوة إنما أستمد قوتي من قوتكم، أستمد قوتي من قوة الأحرار أمثال معمر القذافي، ومن قوة الشعب العربي الحر أمثالكم الذين تواجدون هنا اليوم في هذا الميدان، من قوة إخوانكم في القاهرة، من قوة إخوانكم في الأمة العربية. أولا إسرائيل عشان تبقى عارف ده كلام مدسوس علشان يولع الدنيا ببعضها. إسرائيل مرعوبة من التطرف ده أكتر مننا لسبب حواليها كلهم دول هيبقى فيها متطرفين، هتخش في مصيبة جديدة وهي بتقاسم من حماس والجماعة دول. هي أنشأت حماس أظن علشان تشتغل ضد بعض منظمة زي ما احنا عملنا الجماعات الإسلامية عشان تطلع ضد الشيوعية. دلوقتي حماس مكفرة سيئاتهم زي ما الجماعات الإسلامية مطلعة عنا وهنطلع عنا. لا 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 لا، ده جيش وطني شريف، جيش وطني شريف. وانا قلت مرة قبل كده جيش وطني شريف صلب، وصلبته نبعة من شرفه، من شرفه. طب ما في الايام اللي فاتت دي حد قال انتوا مش عندكم اقوى جيش؟ ما يلا بقى. ما سمعتوش الكلام ده؟ ما سمعتوش الكلام ده؟ انا بتكلم كل المصريين مش بتكلم الجيش. بكلم ايه؟ كل المصريين مش بكلم الجيش ولا الشرطة ولا حتى الحكومة، يعني بكلم الناس. لا احنا ما عملناش ده، بنتحمل وبنساعد على قد ما نقدر مع حفاظنا على بلدنا. نفس الكلام مع الاتجاه الجنوبي، بنحاول نكون عامل استقرار وعامل سلام، وما نشعلش ابدا حرائق هنا ولا هنا.